4 خطوات لنجاح تارت الفواكه بالبيت، وآخر خطوة هي الأهم. تابعي معي هالفيديو. أول شي عندي المكونات هي زبدة بحرارة الغرفة، وكل ما كانت الزبدة حيواني ونوعها ظريف كل ما بيحسن جودة التارت. بنخفق الزبدة منيح. طبعا أنا عندي هون 1.5 قالب 300 غرام، وعندي كاسة سكر ناعم بودرة. بدنا ننتبه كتير لهالخطوة، سكر ناعم كتير منيح، وبنخفقن لحتى يصير قوامهم كريمي. بعدين بنزل بيضة. طبعا أنا عم سرع لك الخطوات حتى ما أطول عليكي بالفيديو. وعندي فانيليا، بخفقن لحتى تختفي البيضة نهائيا. إذا بتتبعي هالخطوات تاخدي تارت أطيب من المحلات. بنحاول دائما ننظف حواف الزبدية حتى تكون الذرات عندي كلها مخفوقة مع بعض. اختفت هون عندي البيضة، وصلت لهيك هالقوام. ننتبه ما تكون الزبدة دايبة، لتكون بحرارة الغرفة. هلأ هون عندي طحين، عندي تقريبا 4.5 كاسات. هكتب لك المقادير كلها بالوصف. هلأ طريقة العجن هي كتير بتلعب دور هون عندي. بدي بروس الأصابع. هلأ بما إنه ما في عندي مي أو حليب، فهو هذا الشي ما بيفعل الجلوتين بالطحين. بس كمان بنتبه ما أعجن عجن حتى ما تطلع عندي قاسية، يعني مثل الحجر للتارت. شايفين؟ بلم على مهلي، بلم العجينة وبنزل الطحين بالتدريج. دائما يعني بأي وصفة المكون الأخير بنزله بالتدريج، لأنه ما بعد فيني لا قيم ولا زيد ولا نقص. شايفين كيف؟ هيك بدي إياها. وقت بضغط إصبعتي بتمد. شايفين؟ علمت. تمام. هيك بدها تكون عجينة التارت. لا بدها تلزق بإيدي يطلع زبدة، ولا بدها تكون قاسية كتير. هلا بدي حطها، ما بستعملها أبدا قبل ما تبرد. أقل شي 6 ساعات بالبراد، أقل شي. وإذا بتضلها تاني يوم بيكون أحسن. بعدين بفردها. هلا أنا عندي سيليكونة برش عليها رشة طحين. انتو إذا بتحبوا بين طبقين ورق زبدة بيسهل عليكم كتير الفرد. شايفين؟ بإيدي إذا مثلا لقيت في شقوق بالقالب أو شي بإيدي بمدهم. هلأ بثقبها بشوكة. طبعا ما بدها لا ورق ألمنيوم ولا حمص. شوفوا كيف هالسر. بفتح الفرن أول ما تنفخ شي إنه بعطيه بالشوكة شي يعني على مهلي. أخذت معي بالفرن ربع ساعة. طبعا أنتي وفرنك يعني لحتى يحمر لونه. وعندي هون سر اللمعة. شو هو سر اللمعة اللي بنشوفه بالمحلات؟ سر اللمعة هو مروار شفاف نجيبه جاهز، أو في مروار عفريز إذا كانت بس فريز الزينة. نحنا بنحط هون الزينة حسب الرغبة، الفواكه اللي انتو حابينها. والمروار حتى يحافظ لي على الفواكه تضل مثلا لتاني يوم. والتارت طبعا أكلة يومية يعني. إن شاء الله صحة وألف هنا.